انا سيف البكري، ناس كتير عارفاني باسم كابتن سيف. انا الفاوندر لماراثون كايرو. ماراثون كايرو از مينلي فول ماراثون ايفنت 42 كيلو، وطبعا بيبقى فيها سباقات تانية. يعني هديكوا فكره سريعه كده عن ماراثون كايرو ازاي ابتدى. كانت قصه لطيفه قوي. كان في صديق بعت لي قال لي في ناس جايه مصر هيجروا في مصر، فهيجروا في القاهره فساعدهم. فانا كنت فاكر دي ناس عادي اجانب جايين مصر بيدوروا على مكان يجروا فيه، هو كان بيشوف صوري على الفيسبوك اني بجري وبتاع. وبعد ما كلمت الشخص اللي جاي ده على اساس ان هو فيزيتور عادي جاي مصر وهيجري وبتاع، اكتشفت ان هم بيعملوا حاجه تشالنج معين اسمه 777. تشالنج معروف ان هم بيجروا 7 ماراثونز في 7 قارات في 7 ايام. فلقيت الموضوع مش سهل زي ما كنت متصور، مش هو ناس جايه تجري والسلام. ابتديت اتواصل مع الراجل، لقيتهم ان هم they need a 42K روت نعمله لهم ونحاول نساعد بيه. فكنت وقتها بجري مع الجماعه بتوع زمالك رانرز، فقررنا ان احنا نبتدي الموضوع. الاول انا كنت عايز ازوغ من الموضوع، وفي صديق لازم احكي القصه دي اسمه كابتن مينا وجيه، كلكم عارفينه. كنا قاعدين بنتعشى وراح قال لي يا كابتن سيف احنا ننظم لهم الحاجه ويشوفوا مصر ويعملوا. وبرده العلم عشان ايه مش عايز افضحه، بس هو كابتن مينا ما شفتوش بعد كده غير يوم السبت. بس دخلنا في الموضوع، الناس جت فعلا مصر، نشرنا الخبر، فوجئت بناس كتيره جدا جايه. الحاجات اللطيفه ان اول ما بداناه ان انا كلمت جروبس كتيره عشان نعرف نقسم الجري. يعني فكره جري 42 كيلو جوه شوارع القاهره صعبه التنظيم بتاعها. فكلمت كذا جروب اوف رانرز كانوا من الجروبس الموجوده وقتها. كان كايرو يونيفرسيتي رانرز، كان كابتن البير، وجيزه رانرز مع محمود شانن، وخليت كل جروب يمسك جزئيه. وطبعا زمالك رانرز كان في حته بتاعت الزمالك، وجرينا فعلا لفينا شوارع القاهره ووصلنا لحد الزمالك. والماراثون تم على خير، والناس كانت مبسوطه جدا. العدد كان كبير، ناس جت فوق المتخيل او فوق المتوقع بالنسبه لنا. وذات واز اور فيرست ماراثون، وكان لطيف جدا والناس اتبسطت. ورجعوا بعد كده حتى في لقاء تلفزيوني الناس اللي هناك اتكلموا عن الموضوع، خاصة ان كان في واحد فيهم كمان كان اساسا هوست في قناة ترافل اسمه رب. ده كان لطيف ان الموضوع انتشر كمان، وكانت حاجة ظريفة جدا. ده واز ذا فيرست ماراثون. جينا تاني سنة طلب مني برضو ان انا اعمله من الرانرز. السباق الوحيد اللي 42 كيلو بيتنظم، وحتى كنا عايزين نخليه فقط 42 كيلو. السنة التانية جري معايا شخص اسمه ستيف، ده بيعمل برضو حاجه زي 777 كده، هو اللي بينظمها او اللي بيهتم بالتشالنج ده. فقال لي خلاص انا هاجي اجري معاك السنه دي، ونشوف السنه الجايه ان انا اجيب ناس من معايا يجري. وبالفعل بقى في سنه سنه لا، ستيف وال777 كويست اللي هو بيعملها، او دلوقتي بقى اسمها 888 كويست، بيجوا يجروا معانا. عملنا الموضوع ده 7 مرات. السنه اللي فاتت انفورشنتلي ما قدرناش نعمله، وان شاء الله هنعمله في 2023. وجاي برضو الناس بتوع 888 كويست السنه دي. التطور للماراثون كان متباين، في مرات كان بيبقى اعلى، مرات بيبقى العدد اقل شويه، لان احنا طيب نعمله حتى في الفتره بتاعت الكوفيد والفتره الحظر، فعملناه صغير شويه، طيب نشرنك شويه. انا كنت مهتم ان هو يبقى معمول كل سنه، بس سقط مننا سنه 2022. فعشان كده السنه الجايه هي السنه الثامنه، رغم ان هي المفروض 9 سنه لينا في موضوع ماراثون كايرو. طيب سريعا كده بالنسبه ل 888 و 777 قلتها بسرعه. دي مجموعه من الناس بيعملوا تحدي ان هم بيجروا في 7 قارات، هم اكشلي هم 6 قارات بس السنه دي هيعملوها 888. هيجري في 8 اماكن مختلفه، بدايه من انتاركتيكا نفسها لحد استراليا، وعامل كذا روت. وممكن نحط اللينك بتاع التحدي ده ونشوف الناس دي بتجري فين بالظبط، او نشوف الماب بتاعتهم ايه الدول اللي بينزلوها. بيعمل في كل يوم ماراثون لمده 8 ايام، 8 ايام متواصله. فاللي بيعملوه ان هم بينزل يجري في البلد، يركب الطياره ينزل البلد اللي بعديها، ينزلوا يا يلحقوا يخشوا الاوتيل يريحوا شويه، او ما يلحقوش يجروا الماراثون بتاعهم سواء فول او هاف، وبعدين يركب الطياره وهكذا. في صعوبتين ان هم الناس هتجري الجري ده، والراجل اللي بينظم الموضوع انه يعمل لوجيستكس ويختار الطيران، انه يقدر يختار البلاد والطيران اللي يظبط معاهم الجري. ده تحدي اكبر من الموضوع نفسه. وده عشان كده بيبلغني من بدري قوي، من 3-4 شهور قبليها، وانا ببقى مشترط عليه ان احنا لازم نجري يوم جمعه في مصر عشان اقدر اعمل له ايفنت يجي الناس تشارك فيها. الشخص اللي بينظم ال 888 كويست ده بيقول للناس لما تنزلوا مصر هتشوفوا حاجه مختلفه، لان هم فعلا بينزلوا بيشوفوا ناس جايه تجري، ناس جايه تشجعهم. من كتر ما الناس بتشجعه طول الطريق عمالين يقولوا عاش عاش عاش. الراجل بقى داخل السبق عمال يقول عاش عاش عاش، يعني عاشوا هم الاجواء بتاعتنا كده اهو. فدي التشالنج ببساطه. بس انا مش هعملها يعني
ان شاء الله رب العالمين سنه 2023 احنا هو في اولها هنعمل الماراثون السنه للمره الثامنه. ان شاء الله هيكون في العاصمه الاداريه يوم 27 يناير. ميزه العاصمه هيكون ان المكان الشارع افضل، الروت هيبقى دايما مفيش عربيات كتير، هيبقى عدد محدود جدا من السيارات، فالناس اللي عايزه تجري هتبقى احسن. المكان فلات مفيش اليفيشنز، فهتبقى برضو لطيفه الناس اللي عايزه تجري 42 كيلو وتعمل فيها الرقم ده هيبقى لطيف، مش هيضطر يقف بعربيات او يطلع مطالع ومنازل. السنه دي جاي معانا برضو الناس بتوع الثلاث تمانيات، وده السبب الرئيسي اللي كنا بننظم بيه الماراثون. فنتمنى الناس تيجي عشان يدعموا ويشجعوا الناس اللي جايه ديت، لان دي طبيعه المصريين، احنا نحب لما يكون حد جاي بيعمل حاجه نيجي نشجع وندي الدفعه دي، وده الاساس عندنا، وده اللي مخلي الناس لما بيجوا مصر كل اللي جم، سواء اللي جم اللي هم 777 او 888 كواس او ال 777 اللي جم في الاول، الراجل ما كانش مصدق اللي شافه. يعني انا فاكر واحد حكى حكايه قال لك انا شفت ناس بترمي نفسها قدام العربيات عشان يوقفوا العربيات عشان احنا نعرف نعدي. ده اللي هو اول مره خالص جم. الموضوع كان لطيف قوي. فنتمنى مشاركتكم في الماراثون، مينلي دعم الماراثون نفسه ودعم الناس اللي جايه تجري، نفرجهم على مصر ونقدر نعمل سبورت جروبس يجروا معاهم للتشجيع، لان الناس دي بتعمل حاجه صعبه قوي. طب بالنسبه لسباق السنه دي ايه المسافات اللي فيه وكده، غير الجماعه بتوع التريبل 8 اللي جايين، في عندنا عاملين ماراثون كامل اللي هو 42 كيلو، لان ده اساس الايفنت بتاعتنا اللي هو الفول ماراثون، اللي هو فول ماراثون جوه شوارع القاهره. في جاريه 21 كيلو، وفي 8 كيلو، وفي فان ران صغيره 2 او 3 كيلو للفاميليز لو حابين يجوا برضو يدعموا الناس اللي جايه ديت بس مش قادرين يجروا مسافات طويله. وليه بقول عليها جاريه؟ ما بحبش اقول سباق، لان احنا جايين نجري. انت مجرد انك تطلع من الستارت لاين توصل للفينش لاين انت كده عملت انجاز. يعني انا شخص يعني مانيش عداء قوي ومانيش رياضي جامد، فبالنسبه لي ده التشالنج. فبقول للناس كلها سواء انت بتجري او واخدها فور فن، لازم تجري وتعالى اجري امشي خلص المسافه اللي انت متمرن عليها، بس تكون متمرن عليها، وهتيجي هتدعم الناس اللي جايه، وهو ده الهدف الكبير في الموضوع.